بنتها ابدا مو يلا 1 2 3 يلا اكشن. حاول ادفع. انفجر إنسانة بسيطة وتتهزق منها تطبخ أكلات شعبية، خوش كباب. لكن للأسف بنتها أبدا مو فخورة بشغل أمها. والله أمي دكتورة. ذاك اليوم كانت طالعة مع صديقاتها فجر يمه وأمها شافتها تعالي يا يمه تعالي. وكان ردها قاسي. كم مرة قلت لها جيت تكلميني قدام الناس، ما بي ناس تعرف إن أمي اللي قاعدة تطبخ. هل في أحد بيقول أنا لها؟ بيتدخل؟ أحس إنك تتدخل بين بنت وأمها موضوع عائلي. بنشوف. حياكم كباب. خوش كباب. هذه كباب بحريني ان شاء الله. فجر يمه تعالي تعالي يمه. ليش قاعدة تناديني؟ تعالي ايش فيك؟ شلون ما ناديتك يمه؟ انا ناديتك عشان اشوفك يمه. أنا كل مرة أقول لك شو تناديني ترى أنا تفشلت قدام الناس. كل مرة أقول لك. عيب يا يمه عيب يا يمه عيب يا يمه. الشباب ما تدخلوا أبدا. في شيء يا يمه؟ في شيء؟ ليه ما مشت البنت نزل واحد من الشباب معلش منها تقدر وتعرف ان انت قاعده تشتغلين عشانهم، لا تحطي في خاطرك. حاول إنه يراضي الأم. هي الحياه تضحية كل واحد يضحي، بس هي يعني عمرها صغير. قال أنا لها بس بطريقته. كل مرة أقول لك أنا ما بيك تناديني، ما بي ناس تعرف إن أنت أمي. كلهم شي ما يعرفون قيمة كلامهم والله، وكيف تكفى وتتحسب صديقينك. الله يهديه الله يهديه. انت تعرفين ابيع الكباب حق شنهم؟ أنا مالي شغل، ترى الريحة خايسة، أشتغل أي شيء ثاني. مش كبيرة ما يقولون لك كذي. حبيبتي هذه امك؟ ها تدخل. ترى قاعد تفشيني. تفاشله من امك تبيع كباب؟ والله العظيم عيب عليك قسما بالله. انت تغلطين عليها قدام الناس؟ عيب عيب، هذا شغل امك، عيب المفروض تدخل فيها انها تشتغل وتطلع فلوس. ترى كل ما تناديني ترى تفشل. بس ما تصلح تقولي كذا لامك، طبعا هي تشتغل تفشل. كلنا نشتغل في الاكل، بالعكس كلنا نوقف ونطبخ ونسوي. شنو المشكله يعني؟ امك ذي تشيلك طعمك تشربك تلبسك. شوفي شلون كاشخه. كلام قوي. حاطه سماعه في اذنك ومستانسه، يعني من جايبها لك؟ تخبرين هذه امك، ليش عندهم ام؟ ناس ما عندهم ام على الاقل. ماشي خاله كملي، والله ان شغلك كويس. في ناس زيك ما يشتغلون شغل حلال، فانت كملي صح عليك. خلاص هاي جنتك وهني قدرت عليه. أنت أمك شلون تشتغل؟ انا مو في البيت، لكن لو تشتغل شغلاته احطها على راسي. شغل مو بعيب. شوفي امك كسرت بخاطرها. حبي راس امك وقولي لها مش شنو تشتغل لازم تقدر. ما يصير ما. ابن عيالك ما اذا بنتك متفاشله منك ابن عيالك. يعني استفزتكم. كنت بضربك والله. والله كنت بضربها. يعني قاعده تواسيني انا جنت والله. كأنها مصيبه واصلتني فيها. في ناس ما عندهم امهات، تمنى امها ترجع عشان يحضري لها. افتخر كل امي تشتغل نفس هذا، اهم شيء يشتغل واطلع فلوس. ترى فعلا هاي شغلها. هي مو ممثلة. أكثر الرسائل سمعناها اليوم الشغل مو عيب. ما في شغل عيب، ما في شغل عيب. من اصغر شغل لاكبر شغل ولا شيء فاشل. الشغل ما بعيب. أنا لها.